الموضوع وصل لأقصى درجاته لما جه المصيف. أنا كنت فرحانة جداً لأني كنت تخنت شوية بعد الولادة، والحمد لله قدرت أخس، مش كتير بس قدرت أرجع شكلي اللي كنت حباه. فقلت أكافئ نفسي، نزلت جبت مايو جديد من الأشكال الجديدة اللي الشباب بيلبسوها دي ولونه مبهج. كنت حاسة إني قمر فيه، وجوزي محمد كان معايا وقتها وهو اللي اختارهولي وقال لي تحفة عليكي يا مروة، هتبقي قمر فيه. وصلنا المصيف، واليوم ده قررنا ننزل البحر كلنا. لبست المايو ونزلت. أول ما هناء شافتني نازلة عينيها احمرت، ولقيتها بتقولي بصوت عالي: إيه ده يا مروة اللي انتي لابساه ده؟ المفروض تلبسي مايو زي بتاع أمي كده. اتصدمت، ما كنتش مصدقة. قلت لها: أنا لسه صغيرة وعندي 28 سنة، فيها إيه لما ألبس كده؟ ردت: لا والله حلوة قوي، فاكرة نفسك صغيرة؟ أخويا حاول يدافع عني، بس هي فضلت تكرر: شكلك وحش، رجلك باينة، عيب، البسي زي ماما، انتي ست متجوزة ومعاكي عيال، احترمي سنك. هنا خلاص جبت آخري، بس اللي كسرني بجد مش كلامها هي، الخيانة جت من أقرب حد ليا. إزاي جوزي عمل كده فيا قدام أخته؟ وإيه رد فعله لما واجهته؟ الصدمة الكبرى في الجزء الأخير، استنوا اللي جاي.